بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في تعبير لقيته في مزمور يعبر عن حالة ناس كتيرة. أصل إحنا الكهنة كل يوم عندنا حد واحد على الأقل ينطبق على التعبير، فغالبا بنبقى عايشين فيه على طول. قلبي مجروح في داخلي، ده تعبير جه في المزمور. في ناس بيبقى جرحها صعب، وفعلا القلب لما بيتجرح وجعه بيبقى أصعب من وجع الجسد. لما الواحد يبقى مجروح نفسيا ساعات الناس ما تقدرش أو ما تستوعبش العذاب اللي هو فيه، أو النقح الجواني، أو يعني إيه مش قادر ينام من كتر ما أفكاره هداه. المشاعر دي بتبقى صعبة أوي، وساعات الواحد يتكسف يتكلم، لأنه لما يجي يتكلم حاسس الناس يا إما مش هتفهمه يا مش هتقدر. والغريب إنه الشعور ده ملوش سبب واحد، إنما لازم يعدي علينا كلنا، وبتوع ربنا بالذات بيعدي عليهم كتير، لأنه لازم يدوقوا جثيماني بتاعت المسيح، لازم يدوقوا صليب المسيح، فيقولوا قلبي مجروح في داخلي. لقيها في مزمور 109 يقول: أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة، نجيني فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. يعني قلبي وجعني. تعالوا نعيش مع المعنى ده شوية، لأنه الجروح كتير، والإنجيل اتكلم كتير قوي عن الحزن وعن الوجع وعن التجربة وعن الألم. والإنجيل ما قالناش دايما هتلاقوا إجابة ليه بيحصل كده، لكن قال لنا ده ضروري. ففي قاعدة كتابية كده، إنك مش هتلاقي إجابة واضحة لسؤال ليه يحصل لي أنا كده، وليه بتوجع بزيادة مع إنه بيحبني، وليه في لحظة بقى متأكد إن ربنا معايا جدا، ولحظة تانية أحسه زي اللي قالب عليا وكرهني. ليه؟ طيب مش هتلاقي إجابة ليه، بس هتلاقي قاعدة في الكتاب تقول ضروري 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 تعدي على ده. تعالوا نفهم. أقول شوية آيات توصلنا شوية للمعنى وبعدين أحكي في التفاصيل. فجامعة 7 يقول: الحزن خير من الضحك. كل الناس تحب تضحك، وكل الناس ما تحبش تحزن، إنما في السماء عندهم قاعدة تانية: الحزن أخير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه، ما طبيعي القلب المجروح قوي خلي الوش دبلان. وفي ناس كتيرة بتكابر وتحاول تبتسم وتضحك رغم الوجع، بس بتيجي لحظة أحيانا ما تقدرش تنكر وجع قلبك، بيبان على وشك مهما كنت ممثل بارع. أحيانا من شدة الوجع الناس كلها بتاخد بالها. فبيقول بكآبة الوجه يصلح القلب. يبقى في سر اسمه إصلاح القلب. افتكروا القاعدة دي. إصلاح القلب إزاي؟ شغلة الدكتور الكبير، مش هعرف أنا التفاصيل دي، بس هو لازم يحصل وجع قلب عشان القلب يتصلح. قلب الحكماء في بيت النوح. الحكيم ما يتضايقش من النوح لما يجي له زمن بيتعصر فيه، ولما يكون بيته بيت نوح يعني في أيام صعبة قوي، ده قلب حكيم. أما قلب الجاهل أو الجهال في بيت الفرح. في الجامعة برضو، في الجامعة كتير ما قال كده: رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، هو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم. يا سليمان عيب تقول كده، يعني المظلومين حتى ربنا ما بيعزهمش. قال ما هي ده الحقيقة. طيب هي كده، بيجي لها وقت بتبقى كده، في ظلم شديد وتحس ان مفيش تعزية. ومن يد ظالميهم قهر. طب ده ربنا ما يحبش الحاجات دي. اما هم فلا معزي لهم. هو برضو ظلم مع تعزية اهو، يعني تحتمل لكن بدون حتى تعزية. فغبطت انا الاموات. ودي بقى قاعدة اظنكم كلكم عديتوا عليها. لما القلب يتوجع قوي
بتقول ايه؟ يا بختهم اللي مش كده؟ بتبص لهم بصة الغيرة. غبطت أنا الأموات، ده يؤكد أنك حزنك مش قليل، لأنه طبيعي الإنسان بيحب الحياة. فلما يغبط الأموات ده معناه أنه مجروح بجد، وأنه وجع قلبه شديد. الأكتر يقول غبطت الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء اللي هم عايشين دلوقتي، وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. يعني يا بختهم اللي ماتوا، ويا بختهم بالأكتر اللي ما اتولدوش. طبعا دي معناه ان القلب ايه؟ جايب اخر. حكمة اخرى قالها الحكيم في الامثال، يقول كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الانسان للانسان. يعني ايه؟ عارف لما تشوف وشك في المية كده محدش يعرف يشوفه معاك، لانه اللي جاي من الجنب مش هيشوفه زيك. قلبك محدش يحس بيه غيرك. قلب الانسان للانسان يعني هيفضل سرك مهما كان، مهما عبرت، اللي جواك ما بيطلعش كله وما بيتحسش كله. قلب الإنسان للإنسان. حكمة أخرى برضو في أمثال 18، روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها. يعني لما يكون مريض روحه قوية عنده رجاء تحتمل مرضه، لكن واحد روحه مكسورة مين يقدر يشيله؟ محدش بيعرف يشيله، لا بيشيل روحه ولا حد يقدر يشيله. الروح المنكسرة دي أو القلب المجروح من أصعب الحالات. عاوز أكلمكم عن بعض الجروح اللي بتقابل القلوب، وفي الآخر نتفق على روشتة واحدة أهو، نحاول إن احنا نقلل الوجع، لكن واضح إنه إيه زي ما اتفقنا ضروري منه، ضروري، لأنه قال طوبى للحزان الآن، فواضح إنه لازم يحصل كده. أول جرح أتكلم فيه جرح الإحباط المستمر. ساعات الواحد يقابل ناس فعلا بتعبير ناس تانية يقول لك إيه يعني حظه مش عارف إيه، أو منحسة معاه أو ملطشة معاه، مش عارف كلام بقى زي كده، اللي هي يعني من كل ناحية مش ماشي، وبعدين إحباطات مستمرة. فكركم مثلا بشخصية في الكتاب، سارة بنت رعوئيل. سارة دي كانت بنت متدينة وكويسة في قصة طوبيا، كل ما يجي لها عريس يموت. لما بقت سمعتها وحشة قوي وحالتها النفسية وحشة قوي، أنا مش عاوزة عرسان، مش عاوزة جواز، بس ليه السيرة الصعبة دي؟ ليه الإحباط ده؟ ليه ما كنش زي كل البنات؟ ليه ما اتجوزش جواز عادية؟ كان إحباط شديد. الست اللي بتبقى منتظرة أطفال شهر ورا شهر بيبقى إحباطها صعب، زي أمنا سارة اللي عاشت عاقر سنين ومعاها وعد انها تبقى أم، بس السنين شهريا بيجي لها إحباط مو بيوجع قلبها، لأنه الجواري عندهم عيال، وابونا إبراهيم نفسه في عيل وربنا وعدهم بعيل، طب ما بيجيش ليه؟ الإحباط ده جرحه صعب. ومعاها راجل قوي مش عاوز يحمل عليها، عنده إيمان غريب ولسه مستني، هي فقدت الأمل. عشان بمناسبة عيد القديسين بولس وبطرس الأسبوع ده، بولس الرسول جبار طبعا، لكن أنا مش عارف احتمل إزاي يقعد في سجن، وكل لما الأمل يقرب وخلاص مفروض يطلع من السجن تتعقد ويتسجن تاني ويقعد عليها شهور وسنين، وخلاص هتفك والحكاية واضحة قوي إنها هتنجح وتطير البراءة ويتسجن تاني. إحباط صعب جدا. وبعدين ده راجل مش غلطان، يعني لما يكون واحد غلطان بيقول انا استاهل، بس ده مش غلطان خالص، ده بيعمل شغل ربنا، كلها تهم بطالة. فليه ليه السجن مش بيخلص؟ وطبعا كلكم عارفين انه قاعد مسجون كذا سنة، وفي الفترة دي كتب رسائل عظيمة، وربنا بحكمته استخدم السجن ده للكرازة. الإحباطات دي ملهاش شكل واحد، يعني أي حد منتظر استجابة ربنا ويتعلق شهر واثنين وعشرة وسنة واثنين، القصة دي بتوجع. ساعات احنا بعض الكبار فينا ما يقدرش يعني ايه شاب بتعلق ببنت
سنة وسنتين وثلاثة، وبعدين الموضوع ما مشيش، والبنات أصعب، يبقى جرحهم صعب، جرح النفسي صعب. هي عاشت حلم جميل مع حبيبها يعني، بعدين اتبخر، ما تبقاش سهلة. ساعات الكبار يقول لك خلاص شوفي غيره. لا، هي مش بالبساطة دي طبعا. وفك الخطوبات ده بيوجع، والمشاكل الزوجية بتوجع، وانك تستنى استجابة ربنا في موقف، وموقف بريء يعني يترفع الظلم وبعدين ما يحصلش استجابة. اذا دي جروح مش سهل. لما تنتظر العدل، يعني تبقى واضح انك حقاني قوي ومستني العدل، وانت عارف ان ربنا عادل ومش بعيد عليه ومش صعب عليه، وبعد ما بيجيش العدل ده، ما بيجيش من ظلم لظلم، وصوت الظالم اعلى، والدنيا كلها ماشية مع الظالم. حاجة تفرس بصراحة، حاجة توجع القلب. وبعدين تبقى مستني أزمة تخلص ويدولك بوادر، خلاص هتخلص، ويدولك أمل ويعشموك، وتعلى تعلى تعلى، وفجأة تتهبد على الأرض هبدة كده. طب ليه كل ده؟ ما هو ده إيه؟ ده اللي بيقوله قلبي مجروح في داخلي. نوع تاني من الجروح، جرح الظلم المتكرر. من أصعب الجروح الظلم، واللي جرب منكم الظلم بأي درجة عارف إن ده جرحه صعب، لأنه طبيعي يبقى فيه أخطاء لها نتائج، لكن البريء المظلوم وبريء بجد بتبقى وجعها أصعب. يوسف اتظلم من إخواته. أولا اتظلم من الظروف، مش عاوز أقول من ربنا حاشا، لكن أمه ماتت بدري. لغاية كده هو الوحيد من إخواته اللي فقدوا أمه. الصغير ده مش دريان، بنيامين ما هو اتولد وهي بتموت، ما شافش يعني إيه ماما يعني. إنما يوسف كان عارف، فده وجع مش سهل على طفل. طب كمان تكمل إن إخواته يكرهوه، طب ليه يعني؟ وبعدين كمان يتباع، بعدين يعيش عبد، وبعدين يمشي كويس يتسجن. لا لا لا، يعني لو ربع الكلام ده حصل مع شاب النهارده بيقول لك طيب ربنا مش عارف، ويقعد يلخبط في الكلام ويكفر يعني. انما يوسف كان لا، يقول قلبي مجروح في داخلي، لكن مكمل، لكن جرحه غويط. واحد زي أرمية ده، الواحد فينا لما يخدم شوية وما يلاقيش نتائج أول قلبه بيوجعه، تتسد نفسه. شوية أخبار كده ورا بعض نيجاتيف تخلي الواحد يقع من طوله. الله، هم الأرمية اللي قاعد مع شعبه كله ضد ربنا، وكله ابتدى يعبد وثنية، وهو المسؤول قدام ربنا كنبي. ده يجيله كام اكتئاب ده؟ ازاي قلبك؟ وهو قال قلبي بيوجعني. الوحيد اللي قال التعبير ده أرمية، قال توجعني جدران قلبي. تخيل واحد لما يقول لك حيطة قلبي بتنقح عليا، حسيتها ازاي دي؟ ما فيش في الطب كلام زي كده. قال احشائي تؤلمني من كتر الوجع النفسي، انه الناس كلها ماشيه غلط. في نفس الوقت تتراكم عليه شهادات الزور. عشان كده شبه المسيح أرمية، يتآمروا يتهموه تهمه وتلبسه. اخوانا بريء، واضحه زي الشمس ان ده كذب، ما انتوا عارفين، وكل الناس تصدق، وتفاجأ ان ناس عاقله بتصدق. طب ده احساس صعب قوي، يعني الظالم المفتري يطلع بريء، والبريء هو اللي يطلع مظلوم. ده وجع قلب. الحاجات دي عدت على الكنيسة زمان والما زالت. لما يقول كان شاول راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة. طب ده الكنيسة لسه مولودة، ده احنا في أعمال 8. اضطهاد عظيم على الكنيسة، ناقصة الكنيسة وهي لسه ما كملتش كم ألف نسمة. فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. ليه يا رب بتعمل كده؟ لازم يطلع السؤال. طب خلينا ناخد نفسنا، طب ده احنا بنبشر، طب ده يدوب الكنيسة الناس ابتدت تعرف بيها، طب ما يمكن ده يوقف الكنيسة خالص، الدماغ بقى تشتغل. انما الرسل ما تهزوش على فكرة، لانه خلاص دول شافوا الصليب وفهموا ربنا وما تعودوا على جرح القلب ده. يعني بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إذن احفظوا معايا، جرح القلب يا إما إحباطات شديدة، يا إما ظلم متكرر،
الأصعب والأصعب بقى لما تبقى تجارب وتجارب متراكمة بقى. لما بنشوف تجارب في شباب صغير وفي أطفال وفي ناس مقبلة على الحياة، ما بنقدرش نتكلم، لأن لا نكون معزين متعبين. هتصبر الناس بأي منطق؟ ما هو غصب عن أي شاب برضه مقبل على الحياة، له أحلامه وله طموحاته وأهله له يعني تمنوا له حاجة، بقينا في حتة تاني خالص بقى، هيعيش ولا مش هيعيش ولا. وتيجي تجارب ناشفة قوي، ويبقى حتى الكبار من قلبهم بيقول لك يا ريتها جت فيا أنا من كتر الوجع. طب ليه كده؟ جرح التجارب المتراكمة زي أيوب بقى، أجمل مثل هنا إنه وجت ورا بعض. لما الفلوس راحت خدها على رجليه، وبعدين المصيبة الأكبر العيال راحت وخدها على رجليه، وكملت بقى إيه، والصحة راحت، وفضل واقف على رجليه 7 أيام ووقع بعد كده، وابتدى بقى إيه، يطلع كل اللي جوه بقى. كتير قوي يا رب اللي بيحصل ده. لا أنا، وقال له أنت شايفني جبل؟ ده لو جبل ما يستحملش اللي بيحصل ده. هنا ده جرح شديد قوي، لأنها مش تجربة واحدة ورا بعض ورا بعض ورا بعض في نفس الوقت. حتى مش عارف يلوم نفسه زي بقية الناس، ما أنا عشان وحش بيحصل لي ده كله. مخه بيقول له أنت مش وحش، مش عارف يغلط دماغه، كان ملتزم بجد، فحتى دي مش داخلة دماغه قوي، لأنه شايف أوحش منه مليون مرة ما بيحصل لهمش اللي بيحصل له. قديس بولس لما جات له شوكة الجسد واحتاروا المفسرين فيها، والغالبية قالوا غالبا مرض في عينيه معجزه، إنما ليه بولس اللي بيشفي الناس يعيا؟ وشوكة الجسد دي معناها حاجة مؤلمة، شوكة وحاجة تضايق، ويا ريتها تتشال، وحط كلمة شوكة عشان ما يتكلمش عن أسراره يعني، إنما معناها لو ربنا عمل إيده كده هتتشال يعني الموضوع بالنسبة لربنا يخلص في ثانية يعني، بس مش راضي يخلص. من جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني. لا. طب ليه لا؟ إيه اللي بقوله وحش؟ ليه بتقول لا في حاجة زي كده؟ جرح قلبي في داخلي، القلب مجروح جامد. تعبير جميل فكرني بالأمهات الكتير اللي تبقى مشكلتهم الأساسية ولادهم. لما يقول في سفر الأمثال الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. ياما شفت أمهات لا فارق معهم صح ولا فارق معهم فلوس ولا فارق معهم العمر، بس الابن مرارة، ماشي غلط، ضايع بأي درجة. دي أصعب من أي حاجة فعلا، بتبقى غم ومرارة، لأنها طب يعمل إيه الواحد؟ الشباب الكبار دول ما بيقبلوش كلام، وناس كتير عندها الجرح ده، القلب المجروح في الداخل ده، مش قادر بيتعامل مع الناس عادي وعايش وسط الناس والناس فاكرينه سعيد، وهو عنده مرارة جواه لأنه عنده حد من عياله ملخبط خالص، أيا كان نوع اللخبط. جرح آخر بنشوفه في حياتنا وحياة الآباء القديسين، جرح الفشل الروحي. الناس الحلوين اللي يحبوا ربنا زيكم بتبقى واحدة من طموحاتهم الطبيعية يبقوا أتقياء، يبقوا بتوع ربنا، يمشوا كويس، يخدموا ربنا بأمانة. لما بيجي فشل روحي صريح بيهد نفسيتهم خالص. يعني واحد زي داود ده بتاع المزامير وبتاع العشق الإلهي والقلب المكرس واللي كان يعني يشوف المسيح من كتر جماله، واندفاع الشباب الحلو وقت جلياط، والإيمان اللي يهد جبال ده، وبعدين نفاجأ بشخص بيقع في خطايا ما يقعش فيها أي واحد من شعبه، بيقتل وبيزني وبيكذب. ده انهيار روحي فظيع، ده جرح قاسي جدا على فكرة، لا يقل قسوة عن الجروح التانية، لأنه الشخص اللي بيبقى عاوز يحب ربنا ويرضي ربنا، الوقعة السوداء دي بتبقى صعبة جدا عليه. وهنا نذكر البكاء المر بتاع بطرس، ليه سماه كتاب بكى بكاء مرا، اتكتبت في 3 أناجيل.
لأنه عمرها ما حصلت في حياة بطرس كله إنه بكى زي الليلة دي. ليه؟ لأنه مش طايق روحه. إزاي يلعن ويلحلف وينكر المسيح اللي بيحبه 3 مرات، وإيه اللي دهوله الدهولة دي؟ فده جرح قاسي جدا، ويفضل معلم على فكرة. كل الجروح دي مهما التأمت تسيب علامة. قديس مرقس لما هرب للمرة التانية، أنا مش عارف نفسيته كانت عاملة إزاي. حبيبنا القديس مرقس ده اللي بشرنا، لما هرب ليلة صليب المسيح، موقف مخجل. تدور الأيام ويهرب تاني من أول رحلة تبشيرية، فأكيد اتقلبت عليه المواجع وحس أنا فاشل تماما، أنا ما ينفعش خالص. وده جرح قاسي قوي، إحساسك بفشل مع ربنا، مع اللي بتحبه بجد، مع اللي عاوز تعيش عشانه. وبعدين نفاجأ أنه ماري مرقس ده وبطرس وداود كل دول رجعوا قديسين عظام جدا وليهم رسالة. من الجروح اللي بنقابلها جرح نجاح الأشرار. لما نبقى عايشين في عالم يغلب عليه الشر ويظل من جيل لجيل للأسف العالم وضع في الشرير. طبيعي احنا بنصلي وبنحب الخير، لما بتلاقي الشر يكسب مرة و2 و3 ده شيء صعب على أي نفسية طبيعية. دانيال في حياته أكتر من مؤامرة، وكل مرة ينجحوا مؤقتا. طب ايه ده؟ ليه بيعملوا كده؟ وليه بيتحط في الظروف القاسية اللي زي كده؟ الكنيسة الأولى اللي احنا بنحتفل بعيد الرسل، الكنيسة الأولى دي شافت أشرار ورا بعض. يطلع هيرودس، وفين لما هيرودس ده بعد ما موت يعقوب وسجن بطرس ولخبط في الكنيسة قد كده، يا دوب هيرودس يموت وتطلع مشاكل تانية، الرومان يهيجوا تاني ويطلع لنا نيرون بقى أصعب من هيرودس، واليهود بقى يدخلوا على أوروبا وآسيا يتتبعوا بولس عاوزين يموتوا الكرازة في كل حتة، ومظاهرات في أفسس. إيه ده يا رب ده؟ إيه لماذا تنجح طريق الأشرار؟ طب ليه يعني؟ ليه بتمشي معاهم الظروف دي وانت يا رب بتحب الخير؟ لما تدرسوا تاريخ الكنيسة الواحد يتنهد، ياخد نفس غويط. ده في سنين عدت على كنايسنا كانت في منتهى الشدة. ده في أجيال من أهالينا عاشوا حياتهم كلها في ذل صعب، الواحد ما يقدرش يقضي يوم. ده احنا من كام سنة كده ابتدينا يعني ندوق شوية وكنا بنصرخ. طب دول في ناس قضت حياتها كلها كانت كده. طب ده وجع قلبهم شكله ايه؟ اللي لسه عنده ايمان واثق ان ربنا بيسمعه رغم ان كنايسه بتتحرق واولاده بيتقتلوا وكل يوم من ده. جرح عدم المحبة. طبعا في جروح متشابهة، بس انا بحاول افصل التعبير الجميل بتاع المزمور قلبي مجروح في داخلي. جرح عدم المحبة في نفس المزمور اللي ابتدينا بيه كلام، قيل داود قال بدل محبتي يخاصمونني أما أنا فصلى. يعني أحبهم قوي ويكرهوني، يخصموني، يتكلموا عليا من ظهري، يخونوني، يطعنوني. طب ده أنا بحبهم بجد وتعبت معاهم بجد وخدمتهم بجد. طبعا أكتر واحد حصلت معاه كده ربنا يسوع، لكن داود ده الكلام ده وقديسين كتير دقوا الكلام ده. وانتوا ممكن تكونوا دقتوا ده بدرجة انك تبقى مخلص بجد لشخص وبتحبه بجد، وتكتشف انه يتآمر ويخاصم وبيأذي وبيخون. ليه ده؟ طبعا هنا لحقنا داود بالحل وقال اما انا فصلى، مش هطلع بره الكلمة دي، انا هجري على الصلاة، لان لو سبت دماغي حتى يعني هتقطعها، هتبهدلني، هتجنن. فطبعا لازم اجري على الصلاة، اما انا فصلاه. ربنا يسوع لما يقول لي يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان، يعني عوض القبلة البريئة اللي كلها حب حقيقي تكون في نفس اللحظة بتبيعني، بتخوني، مستنيني أموت إلى هذه الدرجة. يا ترى كم واحد في حياته من ينطبق عليه المعنى ده؟ طبعا جرح صعب. مزمور يقول العار كسر قلبي، العار كسر قلبي فمرضت
مرضت هنا، مرضت نفسيا، مرضت من الحزن. انتظرت رقة فلم تكن. يعني ساعات واحدة أم تقول بستنى عيالي بس يحنوا عليا، جوزي يحس بيا، حد بس يقول انت فين. رقة، مش منتظرة ولا حاجة، لا فلوس ولا أكل ولا. لم تكن. ومعزين فلم أجد. طبعا ده برضو حاجة، بتقعد تستنى التليفون يرن ما بيرنش خالص، ده إحساس صعب. تنتظر ان حد يقول لك انت فين اساسا، حتى دي مش شايفها مش طايلها، لا شك انها صعبة برضو. طيب نعمل ايه بقى؟ طب ايه الادوية؟ اولا اراجع القاعدة الاولى، واضح ان الشغلة دي ضروري، لانه ما حدش فينا بدل عاوزين نروح السماء مش هتعدي عليه. تعدي بانهي درجة، بانهي نوع، بانهي شكل، هتعدي. فخليها ايه، تعدي وخلاص، ملهاش حل. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ما أضيق الباب. على فكرة أضيق في العربي أفضل تفضيل. يعني إيه ما أضيق؟ يعني ضيق قوي. ما أضيق، ما قالش ضيق الباب، لا قال ما أضيق الباب. وما أقرب الطريق، اللي فاهم في العربي معناه ده طريق قرب قوي، ففيها حتة قوي يعني. فإذا ربنا ما غيرش كلام، ما تحكش علينا. اللي بيحصل ده طبيعي، وكونه بيحصل مع أغلى ناس عند ربنا ده يؤكد أنه الاتفاق ساري. أول دواء أحبائي هي الفضيلة العظمى اللي بنسميها التسليم. لو الواحد يعرف بس يوصل للكلمة دي، أنه يسلم. يعني ما معناه اعمل اللي انت عاوزه، لا ليا طلبات ولا عاوز حاجة، ولا هقول لك ريحني ولا اقول لك اسمع لي، خلاص. تسليم معناه من كتر ما اتعصرت واتهريت انت بتوصل لدرجة انك انت ايه، خلاص ما مالكش طلبات خالص. لتكن لا مشيئتي ايه بل مشيئتك. التسليم ده مرتبط بانك تبطل تسأل ليه. خلي بالكم، تسليم مرتبط ان ما عادش سؤال ليه شغلك، لأن الكتاب بيقول لا، يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. عميق قوي، مش هتجيبه أبدا. ما تقعدش تحلل ليه حصل لي كده، مهما حللت حبيب مش هتجيبها. لا، ده أعلى كتير من دماغك وأعمق كتير من حساباتك. وده اللي قاله المسيح مع أيوب، قال له أنت تعرف إيه في الكون كله؟ لما عاوز تعرف أنا بعمل معاك أنت إيه بالذات، ما تسلم بقى، ما تسيبني احبك براحتي، اجهز لك السما بطريقتي. ولما سلم لقيناه سجد واعتذر وقال له خلاص، ما بفكرش ما بسألش. فهنا التسليم معناه اعمل اللي انت عاوزه. صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، اما انا فصلاة. يعني ايه؟ يكرهوني يحبوني، الدنيا تفك الدنيا تتعقد، نطلع فوق ننزل تحت، نطلع من السجن نقعد في السجن، مش فارقة. لما توصل انها مش فارقة بجد، ده مش استسلام، ده مش يأس، ده مش نكد، ده تسليم. هتلاقي نفسك في حتة تانية بقى، هتلاقي نفسك في السماء، هتلاقي نفسك وصلت للي ربنا عاوزك توصل له. انك تقول من كل قلبك مع بولس ما ابعد احكامه عن الفحص. ما اقدرش احكمه، ما اقدرش افحص حكمه، ما اقدرش اتدخل في حيثيات الحكم، مش هعرف، مش هفهم هو عمل ايه في القضية دي. وانا دارس محاماة الهية عشان اعرف احلل القضية دي مشيت ليه كده. خلاص هو بيعرف يحكم وما بيحكمش غلط. فاول دواء نسعى في اتجاه التسليم. يا رب ساعدني اسلم، ساعدني اقول من قلبي لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ساعدني ما افكرش كتير، ساعدني ابطل اسأل السؤال البايخ اللي بيتعبني مش بيتعبك ليه. تاني دواء مهم، السماء. مش ممكن تطلع من جرح القلب الشديد ما كانتش السماء تشغلك. الارض تزود نكدك، العشم في الدنيا
يزود الكآبة، لأنه فعلا لما تعشم في الدنيا هتوصل للي وصل له سليمان: باطل الأباطيل، الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس. مرة واحد قال لي: أنا قريت الجامعة جالي اكتئاب. قلت له: أبونا تدرس علمنا مبدأ إن في كلمة ما اتقالتش اسمها فوق الشمس. يعني إيه؟ أنت اكتئبت عشان ماسك في الدنيا، فالجامعة كله بيقول لك إيه؟ خسرانة خسرانة، خربانة خربانة، ما تعشمش فيها، فطبعا حاجة تسد النفس. لكن لو أنت فكرت فوق الشمس مش تحت الشمس، في حاجة بعد الشمس، يعني خلاص هتفوق. فرجع قرا الجامعة تاني قال لي: ده عجبني قوي. هي فعلا كده، الأبدية هي اللي تدوقك أحلى ما في التجارب وأحلى ما في الأحزان. لما تلاقيها قفلت من كل ناحية تقول له: طب أنا عاوز إيه؟ ما أنا عاوز السما. خليها تقفل، خليها تتعقد. هياخدوا مني إيه؟ ياخدوا العمر، ياخدوه فلوس، ياخدوه خدمة، ياخدوها كرامة، ياخدوها أي حاجة. طب هيفضل حاجة واحدة بس: المسيح بالسما بتاعته. مين يعرف ياخده؟ محدش يقدر ياخده. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يعرف ياخدها. خلاص تفهمها بقى، حط السماء قصاد عينيك، هتعرف تقول مع الكتاب: إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر إيه؟ لا تقاس بالمجد الحديث. يعني إيه؟ خلاص وماله، بدل نتعب شوية وكله ده يتحسب، كل ده يتضرب في 100 و1000 لا تقاس بالمجد. إذا كان ده كله مجد حلو، إذا كان الصليب مجد، والمرض مجد، والذل مجد، والظلم مجد، والخيانة مجد، والعار مجد، والتهزيء مجد، وتعب الخدمة مجد، وخلاص وماله حلو. الدواء اللي بعده الصلاة الدائمة. أما أنا فصلاة. داود فهم إنه إيه؟ لما تلطش قوي كده يبقى ما نطلعش بره الصلاة. ودي صعبة، أنا بقولها ومش عارف أعمل. ما تطلعش بره الصلاة. كلنا جربنا لما بنطلع بره الصلاة تلاقي المخ ابتدى يون ويوش تاني، ورجع القلب يوجع. طب ما ترجع تدخل تاني في المية زي السمكة كده. لا تهتموا بشيء، ده بيقولها من السجن، مش بيقول كلام نظري. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يبقى الحل الجذري لجرح القلب المزمن ده انك تحاول تنمو في حكاية الصلاة دي، انك ما تديش دماغك فرصة تفكر كتير، انك ما تهاوتش قلبك في المشاعر البشرية العادية. قول: انا صلاة بس، اصحى صلاة، انام صلاة، اكل صلاة، اشرب صلاة، انا ما عنديش غير كده. اللي بيعرف يمشي في السكة دي بيبقى فوق الحاجات دي، بتبقى عنده ممكن مشاكل الدنيا وهو في حتة تاني، عايش فعلا المعنى بتاع السما جوه، ملكوت الله داخلكم. دواء آخر هي شركة الألم. كلكم عارفين أنه اللي ينسى نفسه وسط جروحه ويسند مجروحين يحصل حاجة غريبة جواه، وجعه يهدى. مش لازم يروح، بس بيهدى جدا. أول ما يتلهي في وجع غيره تلاقيه نفسيا مبسوط، ويبقى هو مستغرب روحه: هو أنا ارتحت؟ هو أنا الموضوع انتهى؟ هي فكت؟ هي ما فكتش، هي المشكلة موجودة. طب أمال إيه؟ أول ما بتخدم وتخدم جامد وتخدم مجروحين زيك كده تفاجأ بالسر العجيب بتاع مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. عشان كده القديس بولس قال: احملوا بعضكم أثقال بعض. هتقول لي: ما أنا شايل خلقة. بص، لما تشيل الشيلة تخف. حاجة غريبة جدا، تروح تشيل شيلة أخوك تلاقي الشيلة بتاعتك خفت، ما زادتش. ده شغل ربنا كده، نظامه كده. لكن سبت الشيلة بتاعتك لوحدك هتقع تحتها. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ما المسيح عمل كده وقال كده: حبوا بعض، حب قريبك كنفسك. وجعه يبقى وجعك، مشكلته تبقى مشكلتك، همه يبقى همك. حبه زي نفسك، ساعتها تلاقي نفسيتك نفسك مرتاحة. آخر دواء أقوله بجد: بص على الصليب بقى.
ينظرون إلي الذي طعنوه. لما تبص على الصليب تنسى انت ايه مشكلتك. قارن كل مشاكلك ووجعك بوجع المسيح، وشوف انت ايه كمان وهو ايه. اذا اتخبطت هو اتخبط كتير قوي، اذا اتهنت هو اتهان اكتر كتير قوي، اذا خسرت هو خسر اكتر بكتير قوي. اذا اي حاجة عدت عليك مر قوي، المرارة دي ما تجيش حاجة جنب اللي شافه. لو عرفت تركز فيه، اخطيت في التعبير، هيصعب عليك ومش هتصعب عليك نفسك. هتقول له يا حتة انسان يستاهل كل اللي يجراله، والاله الحقيقي يحصل له ده كله. اطلع يعني مهما حصل لنا، يعني ما احنا بشر في الاخر، تراب يعني. انما ربنا له المجد يقبل ده كله عشان يحيلنا ويصالحنا ويقول لنا تأكدوا ان الوجع مهم، اعرفوا انه ضروري، لان انا بدوقه معاكم اهو، بشربه معاكم، بجتاز معاكم نفس السكة الصعبة دي، بس انا هاخدها على اخرها بقى، هعدي كل الوجع بتاعكم بشويات. فهنا يقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. مكمله يقصد بها كمان كمل الآلام، قد أكمل، كملت فيه هو لوحده، مفيش حد فينا كملت فيه الآلام. الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. عقبالك. يعني بقية الآية